السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بينا يا جماعة، احنا الفيديو بتاعنا النهاردة هنعمل احلى عاشورة في الدنيا. خلاص، هي كوباية غلة واحدة وهنعمل منها احلى كمية عاشورة كده. حطيها في التلاجة، سقعيها، افطري بيها الصبح. قيمة غذائية فظيعة. خلاص يلا عشان ما اطولش عليكم، تعالوا نخش على المقادير معايا بسرعة. يلا بينا. كل اللي معايا النهارده هو المكون الاساسي اللي معايا اللي انا هعمل منه العاشوره. اللي معايا النهارده ايه؟ كوبايه او مج وربع من دوت بغله. خلاص، كل اللي انا هعمله دلوقتي ان انا هنقيها كويس واغسلها وهنقعها. المفروض ان انا هنقعها يا جماعه، بصوا، من بالليل لغايه تاني يوم، او 6 ساعات، لمده 6 ساعات. خلاص، تعالوا بقى يلا ننقيها ونغسلها وننقعها ونشوف شكلها. انا كده نقيت البليله يا جماعه او الغله اللي معايا، نقيتها كويس وغسلتها كويس ونقعتها لمده ليله كامله. خلاص، على فكره الحجم بتاعها بدا يتضاعف، بدات تكتر، عامله شبه الرز كده لما بتيجي تنقعي شويه كده كترت. وكل اللي انا هعمله دلوقتي ان انا هروح ارفعها على النار. يلا بينا نروح نرفعها على النار. انا كده يا جماعه رافعاها على النار بقالي بتاع ربع ساعه. بصوا شكلها كده، انا لسه هسيبها شويه كمان، عايزاها بصوا تفرش وتفنش اكتر من كده. بصوا، استني كده كده، واو مولعه. بصوا، انا لسه هسيبها شويه كمان. خلاص، انا عايزه السوا بتاعها اكتر من كده. كل ما بتنقعيها اكتر لمده اطول، كل ما هتستوي معاكي بسرعه، مش هتاخد معاكي وقت. خلاص، انا هسيبها كده كمان شويه وبعدين اجي ابص عليها. خلاص، بصوا، هي هنا خلاص الغله بتاعتي بدات تشرب الميه خالص اهي، وبدات تخش كتير قوي في مرحله السوا، يعني هي كده تعتبر ايه، نص سوا. طيب انا هكمل السوا بتاعها باللبن. انا كنت حاطه كوبايه وربع من الغله، عامله عليها دلوقتي 4 كوبايات وربع من اللبن. بسم الله. هحط عليها اللبن وهسيبها تستوي مع اللبن شويه كده 10 دقايق، وهرجع احط لها السكر. يلا بينا. انا كده يا جماعه ظبطت السكر بتاعها ودقته حسب الرغبه بتاعتي انا. طعمها تحفه تحفه من غير ما تكمل السوا، ومن غير لسه ما اكمل عليها بقيه الاضافات. طيب المفروض دلوقتي ان انا هعمل ايه؟ دلوقتي خلاص دخلت مرحله السوا. تعالوا نشوف هنعمل ايه دلوقتي. معايا المكون برده من ضمن المكونات اللي هي الاساسيه معايا، اللي هو النشا. الحاجه الاساسيه اللي معايا اللي هو النشا. طيب في ناس بتحط جوزة هند عليها، وفي ناس بتحط كمان كريم شانتيه، بس انا مش هستعمل ولا جوزة الهند دلوقتي ولا كريم شانتيه. انا دلوقتي معايا تكه كده انا هضيفها من عندي. انا معايا، عارفين، بصوا، دي معلقتين من البودر بتاع الجيلاتي اللي هو الفانيليا. ده هيوديها لكم بصوا في حته تانية خالص. فاحنا دلوقتي هنعمل ايه؟ انا معايا طبق فاضي اهو، هبدا ان انا احط فيه المكون الاساسي اللي معايا اللي هو النشا اهو، واحط معلقتين من البودر بتاع الجيلاتي بتاع الفانيليا. هبدا اضيف عليهم شويه من اللبن على شويه من الميه، خليط كده على بعضه، وهتقلبيه، قلبيه كويس. وبعد كده هنيجي نفضيها على العاشوره. العاشوره دي انا اول مره اعملها اصلا النهارده، بس ريحتها تحفه. هبدا ان انا اضيف النشا على المعلقتين اللي هما بتوع الجيلاتي بتوع الفانيليا. والله العظيم ريحه جباره. الريحه اصلا بتاعه البودر بتاع الجيلاتي الفانيليا ده تحفه. بصوا، انا هديها بس 5 دقايق بس كده، وهنبدا ان احنا نغرفها مع بعض. ولا اجمل من كده بصراحه، ريحتها تحفه. خلاص، انا كده طفيت على العاشوره بتاعتنا. بصوا، انا عايزاها استوم كده، شايفين استوم كده كده، ولا اتخن من كده ولا اخف من كده، علشان هي لما تقعد شويه كمان هتلاقيها بدات ان هي تتخن. فانا هغرف معاكم الطبق ده كده. بسم الله. وبعدين هغرف بقيه الكميه وهنرجع نوريها لكم تاني. خلاص اهو كده، وهغرف الكميه وارجع اوريها لكم. احنا كده يا جماعه خلصنا احلى عاشوره بتاعتنا. الصراحه والله العظيم انا مبهوره بنفسي. انا العاشوره دي اول مره اعملها، مش قادره اقول لكم على الريحه وعلى الطعم عامله ازاي. طيب بصوا، انا هاخد طبق كده، مش جايباها كده كويس. بصوا، انا عايزه اوريكم السمك بتاعها عامل ازاي. اهي اهي، هي دلوقتي انا غرفاها بقالي 10 دقايق. بصوا اهي، استني بقى ادوق بقى. بجد والله ما قادره اوصف لكم الطعم عامل ازاي. بصوا تحفه. مش هفضل اقول لكم تحفه كتير علشان انا اللي عاملاها، مش هينفع ان انا احكم على الحاجه اللي انا عاملاها. قومي جربيها، هي كوبايه غله واحده بس، وهتعملي احلى عاشوره في الدنيا كلها. خلاص، انا بصوا دولت حطيتها كده لو انت عايزه تودي لحد ولا حاجه، اللي هي العلب البلاستيك دي. خلاص، احنا كده وصلنا لنهايه الفيديو. لو عجبك الفيديو قومي جربيها، وما تنسيش اللايك لو عجبك. ولو لسه جديده ما اشتركتيش في القناه، اوعي تنسي تشتركي في القناه. يلا سلام.